سلام عليكم. تعالوا نشوف ازاي نظبط طاجن البامية باللحمة الظابطة اللي هتخليكوا تحبوا البامية أكتر بكتير. جمعت لكم النهاردة بين البامية بطريقتنا المصري التقليدية جدا مع شوية مكونات من الطريقة الشامي وشوية إضافات من عندي. طبعا بتتقدم مع شوية رز بشعرية أو عيش بلدي مفقع، والطعم هيبقى حكاية مع شوية ليمون وشطة. بأمانة الطريقة دي من أحلى طرق البامية اللي ممكن تعملوها في البيت، يعني لو عندكم حد ما بيحبش البامية خالص جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله مش هيبقى منها ولا فتفوتة. تعالوا نشوف المكونات اللي هنحتاجها للطاجن الرهيب ده. طبعا كمية اللحمة على حسب احتياجكم، أنا احتاجت هنا نص كيلو. البامية بتحب اللحمة الدسمة، ممكن تستخدموا الموزة البقري اللي هي بالإنجليزي اسمها شانك، بتبقى رهيبة في طواجن البامية، أو لحمة ضاني زي ما أنا استخدمت هنا، دي قطعية من الفخدة وممكن برضو من الكتف. لو ما بتحبوش اللحمة الضاني جربوا لحم الماعز، ما فيهوش الزفارة اللي موجودة في لحمة الخروف. ويفضل إن احنا نقطع اللحمة كده قطع صغيرة، بتبقى أحلى في الطاجن وكمان بتستوي بشكل أسرع. البامية الطازة طبعا أفضل، بس المجمدة لو اتعملت صح بتبقى تحفة جدا. بصراحة معظمنا بيستسهل البامية المجمدة، علشان كده هعملها معاكم النهاردة بالبامية المجمدة. سواء مجمدة أو طازة اختاروا البامية الصغيرة، بلاش اللي حجمها كبير. بامية زيرو أو بامية إكسترا اللي هي بتبقى أصغر كمان من البامية الزيرو. لو هتستخدموا بامية طازة اغسلوها الأول ونشفوها كويس جدا، وبعدين طبعا بنقمعها، يعني بنقشر القمع اللي بيبقى فوق، مش بنشيله خالص، يعني بنقشره بس. الكزبرة الخضراء بيليق طعمها جدا مع البامية وبتديها طعم مميز جدا، فاللي مجربش البامية مع الكزبرة الخضراء فايته تجربة لذيذة جدا. استخدمت تقريبا نص حزمة صغيرة من الكزبرة وفرمتها فرم ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه. قرنين كمان من الشطة أو الفلفل الأخضر صغيرين خالص كده، لو الشطة حامية بنشيل العروق اللي بيبقى فيها معظم الحرارة. البامية بتحب التوم، يعني من 6 ل7 فصوص كده كبار. هنفرم التوم مع الفلفل الأخضر ناعم، بضيف معاهم رشة ملح صغيرة ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. أنا باحب الهوم بتاعي جدًا، لكن طبعًا ممكن تستعملوا الكبة، المهم إن الخليط يبقى ناعم بالشكل ده كده، وهنقسمه لنصين، كل نص فيهم هنستخدمه في مرحلة مختلفة. هاحتاج كمان لبصلاية صغيرة أو متوسطة بافرمها فرم ناعم، وهنقسمها برضه لنصين زي التوم. هنسخن معلقة أو 2 من الزيت، لما الحلة تسخن كويس هننزل قطع اللحمة، مش باضيفهم مرة واحدة علشان الحرارة ما تنزلش. مش بقلب اللحمة خالص لحد لما تبدأ تتحمر من تحت. أول ما تاخد لون حلو كده من تحت نقلبها ونسيبها تتحمر من الناحية التانية. هنا اللحمة اتحمرت كويس وخدت لون حلو قوي. هنزود معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من الحبهان البودرة وورق لورا بودرة، أنا بطحنهم مع بعض. ممكن تضيفوا رشة صغيرة خالص يعني على طرف المعلقة كده من القرفة أو الكباب الصيني، وده اختياري. هنقلب تقلبتين ونضيف نص مقدار التوم. نشوح كده اللحمة مع التوم، وأول ما نشم ريحة التوم بنضيف نص مقدار البصل. هنكمل تقليب كده دقيقة ولا حاجة، أنا مش عايزة البصل يتحمر، يدوب بس يدبل. زودت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم ونقليها كويس قوي مع اللحمة والبهارات. ما تنسوش تزودوا رشة صغيرة خالص من السكر علشان تغطي على الحموضة اللي موجودة في الطماطم. زودت بعد كده حبة لومي اللي هو الليمون المجفف وورقتين من اللورة. اللومي اختياري تماما، بس هو إضافة من عندي، جربوه وقولوا لي رأيكم. هنحتاج تقريبا من كوباية ونص لكوبايتين من عصير الطماطم المتصفي، وده على حسب بتحبوا الصوص تقيل ولا خفيف شوية. الطماطم عندي ما بتبقاش حلوة قوي، فبستخدم كوباية من البساطة أو عصير الطماطم الجاهز، وبخفها بنص كوباية من المية لأنها بتبقى تقيلة شوية. بسيب اللحمة وعصير الطماطم يتسبكوا مع بعض شوية كده على نار هادية، يعني في حدود من 5 ل10 دقايق. بصوا هنا شكلهم بقى عامل ازاي، اللون الطماطم بدأ يغمق شوية ويبقبقوا كده مع بعض ولونهم تحفة. هزود دلوقتي عليهم كوباية من المية المغلية، ما بحبش ازود مية كتير علشان اتحكم في سمك الصوص بعد كده براحتي. بنزود بقية كمية البصل الني بيدي تسكير حلو جدا للبامية، خصوصا لو البصل أحمر. بنغطي الحلة ونسيب اللحمة تكمل تسويتها على نار هادية لحد ما تبقى من 75 ل80% تسوية، يعني بتبقى قربت تستوي خلاص. لو احتاجنا نزود مية بنزود مية مغلية فقط. بعد كده هضيف شوية ملح، يعني تقريبا في حدود معلقة صغيرة كده، اظبطوها على حسب ذوقكم. أنا هنا شُفت تسوية اللحمة بعد حوالي ساعة إلا ربع لساعة كده، المفروض إن الشوكة بتدخل في اللحمة، بس بتحسّوا إن لسه قوامها متماسك، يعني مش مهرية أوي. دول تقريبًا 600 جرام من البامية المجمدة، الأكياس بتاعتي بتبقى في حدود 400 جرام، فأنا استخدمت كيس ونُص. سِبتها في التلاجة تقريبًا ساعتين 3 علشان تفُك جزئيًا، وبعد كده بنشطفها ونصفّيها كويس، هي مجمدة لسه بس مش لازقة في بعضها.
البامية كده عاملة زي القلقاس، بتبقى أحلى بكتير لو اتقلت، بس طبعًا عشان تبقى صحية هنقليها في شوية صغيرين من الزيت، دول تقريبًا معلقتين 3 كده من الزيت أسخنهم كويس. كل اللي عايزينه نقلي البامية دقيقتين أو 3 في الزيت السخن، ونتعامل بلطف، ما نقلبش كتير علشان البامية بتاعتنا حساسة وممكن تتهري بسهولة طبعًا لأنها مجمدة. البامية الطازة بتبقى متماسكة أكتر. بافرد البامية الأول في الطاسة وبعدين أسيبها كده دقيقة والّا حاجة تبدأ تتشمع من تحت، وأبدأ بعد كده أقلبها. هنضيف باقي كمية التوم ونشوحهم كويس مع البامية لحد لما نبدأ نشم ريحته، وبعد كده هنزود رشة خفيفة كده من الفلفل الأسود ونقلب تقلبتين. تشويح البامية مع التوم وشوية الفلفل الأسود دول بيدولها طعم رهيب، هي نفسها بتبقى طعمها حلو. هنزود بقى في الآخر خالص الكزبرة الخضرا ونقلب تقلبتين ونطفي النار، يعني احنا مش عايزين بعد كده تقعد على النار أكتر من كده. بنضيف البامية على اللحمة والصلصة، وطبعا ما تنسوش تشيلوا اللومي وورق اللورا. حسيت ان الصلصة بدأت تتقل شوية فزودت عليها تقريبا ربع كوباية من المية المغلية. عايزاكم تجربوا المرة دي تزودوا مع البامية معلقة صغيرة من السماق، بتديها مزازة حلوة جدا، وده طبعا اختياري ومش موجود في الوصفة الأصلية. دلوقتي عندكم اختيارين، اما تكملوا تسوية البامية في الحلة كده زي ما هي، مش هتاخد وقت طويل، يعني بعد 15 ل 20 دقيقة اختبروا التسوية. البامية الطازة بتاخد وقت أطول شوية. لو هتسووها في الطاجن، بنسيب البامية تغلي غلوتين فقط، وبعد كده بنطفي النار وبنحط البامية بتاعتنا في الطاجن. طبعا نمسح الطاجن من الجوانب كويس، ونحط على الوش كده قرنين من الفلفل بيدوه شكل وطعم حلو جدا. هندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة 180 لو فرنكم فيه مروحة، 200 لو فرن عادي، وهنسيبها في الفرن لحد ما تكمل تسوية، يعني برضو من 20 ل 30 دقيقة. بعد ما تستوي بنشغل الشواية علشان تاخد لون حلو من فوق. البامية بتتاكل برز أو عيش، أنا شخصيا بحبها مع الرز بشعرية وتكون الشعرية بتاعته كتير. يا سلام عليها جنب شوية بدنجان مخلل، قرن شطة وشوية ليمون، ويعيشوا بقى مع أحلى طاجن بامية. قولولي انتوا بتحبوا تاكلوا البامية مع رز ولا عيش؟ وهل فعلا البامية لما بتبات بتبقى طعمها أحلى من الطازة؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. أشوفكم على خير، سلام عليكم.